شوفوا، احنا في اب او كابناء اب، بالذات المغتربين وغير المغتربين، اول ما نوصل عمرنا 15 سنه 16 سنه، الذي يسافر يسافر، والذي يشوف الفيزا يسافر السعودي، والذي يسافر امريكا. المهم احنا ناس طالبين الله، وكل الشعب اليمني طالب الله، ولا ننكر ذلك، ولكن خاصه اصحاب اب الذي هم موزعين على العالم كله، وبالذات الذي في امريكا والذي في السعوديه. المهم نسافر نطلب الله ونشتغل ونكد، والمهم الواحد راكن على نفسه. تشوف اصحاب اب اكثرهم يزوجوا من عمر 16 17 سنه، حساب اللهم لك الحمد، شاقي على نفسه يزوج نفسه، يسافر امريكا حتى لو ابوه غني وحتى لو اخوته غني حتى لو كل شيء وامورهم سابره، يقول له ابو يلا زوج نفسك، ادرس واشتغل. المهم يتزوجوا ويعيشوا وكل شيء، لما يكبر يبدا يبني له مستقبل ويشتري الارضيه مثلا منشان يصلح له بيت في اي مدينه، واخرتها يجي واحد او متهبشين يعني يتسلبطوا فوق حقها الارض، يقتل ويصير بلاش، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم من دافع على ارضه وعرضه فهو شهيد. يتعز انا شفت القضيه، اشهد لله اني توقع القلب عندما 3 من اصحاب اب يقتلوا بكل دم بارد بسبب متهبشين. فاحنا نطالب من الدوله ان قصاص قصاص قصاص، وفي الوقت العاجل. قتلوا على ارضهم بدون اي سبب، وحتى لو كان في سبب ما لكش الحق انك تقتله.